التوعية الصحية في جمعية الهلال الأحمر، أكيد وما تحمله من رسالة إنسانية هذه حملات توعية لحماية المجتمع. ويانا حاضر في الاستوديو ضيفنا الدكتور علي مجيد، مدير قسم الصحي في جمعية الهلال الأحمر. صباح الخير دكتور. صباح النور، اهلا وسهلا بكم، الله يسلمكم. صباحك خير، اكيد نورتنا اليوم في برنامجنا، سعيدين اليوم احنا نحكي بهذا الموضوع. الله يسلمك. بالبدايه خلينا نسال كيف تقيمون اهميه التوعيه الصحيه ضمن نشاط جمعيه الهلال الاحمر؟ بدايه احنا نشكر قناتكم الفضائيه اللي اتاحت الفرصه انه نعبر عن راينا في هذا النشاط، واللي هو يعتبر من اهم الانشطه اللي تقوم بها جمعيه الهلال الاحمر العراقي. نعم. الأمراض والأوبئة اللي بدأت تصيب العالم بالآونة الأخيرة وخصوصا العراق، الكثير من عندها تكاليف علاجها وما يعني تداعياتها تكون مكلفة وتتحمل خسائر عالية جدا. لذلك تسعى دائما الجمعية إلى أن تكون هي جزء من حماية الفرد والمواطن، خصوصا في من هذه الأمراض. فمن أهم الأشياء اللي تسعى لها الجمعية في حماية المواطن هو حملات التوعية الصحية، لأنه هي قد لا تكلف شيء بالنسبة ولا تمثل أعباء على حمل الكاهل المواطن العراقي ولا على الحكومة العراقية. بالنتيجة هاي الحملات راح تكون فائدتها هي تجنب انتشار الأمراض الوبائية، إضافة إلى الحد من مخاطرها وتجنب العديد من الإصابات والتي قد تؤدي بالنتيجة إلى حياة المواطنين، واللي أغلبها هي تكون فيها حالات وفيات كثيرة وحالات إصابات كثيرة، بالإضافة إلى الخسائر التي تنجم عن هذه الحالات. نعم، إذن دكتور نقدر نقول هذه أبرز الأهداف من هذه حملات التوعية، السيطرة على نسب الإصابات مثلا وحماية المجتمع بصورة عامة؟ أكيد أكيد أكيد. يعني تعرفين حضرتك يعني بالآونة الأخيرة مثلا من أهم الحالات اللي شاهدها العالم حالات الكورونا. نعم. شوف ايش قد اكو نسب من الوفيات اللي ظهرت نتيجه هاي الحالات، ايش قد الخسائر الماديه اللي تحملتها الحكومات، اضافه الى الاعباء الماليه اللي يتحملها المواطن نتيجه اصابه هذه الحالات. شهد العراق ايضا من الامراض اللي مستوطنه بالعراق اللي هي الكوليرا، الحمى النزفية بالآونة الأخيرة بدأت تظهر، اللي أثرت على حتى الجانب الاقتصادي، لأنه العديد من هذه الأمراض هي من الأمراض الانتقالية اللي تصيب الثروات الحيوانية وبالنتيجة تنتقل إلى الإنسان، اللي بالنتيجة تأثر من جانب اقتصادي على الحياة بالإضافة إلى جانب حياة الإنسان. وإحنا دائما نسعى أنه نحافظ على الحياة، لأنه هو هذا الشعار العام للصحة العامة، إضافة إلى هو أحد مبادئ جمعية الهلال الأحمر العراقي المعتمدة في عملها، اللي هو الجانب الإنساني والحفاظ على حياة الإنسان. نعم. ما هي الفئات اللي تستهدفوها أكثر وليش تستهدفون هذه أكثر؟ عادة الهلال الأحمر العراقي بعمليات الاستهداف يستهدف أمرين. الأمر الأول هو الجهة الأكثر إصابة بهاي الأمراض للحد من مخاطر انتشارها بين هذه الجهات المستهدفة، اللي هي تكون اللي أكثر إصابة لهاي الأمراض. الأمر الثاني احنا نستهدف الشرائح الأكثر انتشار بالمجتمع، لأنه من خلالهم نقدر نوصل رسائلنا إلى كافة العوائل العراقية. مثلا على سبيل المثال شريحة الطلبة، مثلا المؤسسات الحكومية، منظمات المجتمع المدني، أفراد المجتمع المحلي. فدائما من نتناول هذه الشرائح. يعني اليوم ماكو بيت عراقي ما يبي طالب، ماكو بيت عراقي مثلا ما بي فد موظف. فمن نستهدف هذه الشرائح نقدر من خلالهم نوصل رسائل التوعية
والتثقيف الصحي إلى كافة أفراد المجتمع، وبالنتيجة نحافظ على أقل شيء أنه في كل بيت يكون ناشر للثقافة الصحية، بالإضافة أنه يكون هو منقذ للحياة في حال وجود أي حالة بين أفراد المجتمع. لأنه تعرفين حضرتك أكو في بعض المناطق خصوصا النائية تكون بها مثلا بعيدة عن المراكز الصحية، بعيدة عن مراكز المدن، فهاي المناطق هي اللي تكون أكثر عبء، لأنه مثلا بها وسائل انتشار الأمراض أكثر نتيجة ضعف بعض الخدمات اللي مقدمة بهاي المناطق، وبالنتيجة احتمالية إصابتها تكون عالية. لذلك احنا نسعى قدر الإمكان أنه يكون هناك مثقف ومسعف في كل بيت من أجل الحفاظ على الحياة. نعم دكتور، إذا ممكن نتكلم عن أبرز الموضوعات الصحية التي تركزون عليها في هذه حملات التوعية؟ من أهم الأمور الصحية اللي نحافظ عليها دائما في عمليات التوعية الصحية هي أولا الوسائل انتقال هذه الأمراض. أغلب الأحيان يعني من أهم الوسائل الانتقال هو الماء والأكل الغير صحي، بالإضافة إلى يعني البيئة اللي تكون بها عمليات الانتشار، يعني الملوثات اللي قد تنشر من خلالها هذه الأمراض. فلذلك من أهم الأمور أنه نثقف الناس على آلية انتقال هذه الأمراض. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو كيف يمكن للإنسان أنه يحمي نفسه من هذه الأمراض. الأمر الثالث المهم أيضا أنه ما هي الأمراض اللي تكون أكثر انتشار بالعراق حتى تتطلب عمليات الحماية والتوعية من عندها. مثلا العراق من الأمراض اللي موجودة به هو الكوليرا، من الحمى النزفية خصوصا ما بين مربي الماشية والحيوانات. فالكثير من هذه الحالات تسبب انتشارها ما بين يعني العوائل، خصوصا ربات البيوت اللي يستخدمن اللحوم وتقطيع اللحوم، القصابين. هذه الحالات قد تنتشر من بهذه الشريحة. فلذلك احنا نسعى انه نوصل لكل هذه الشرائح حتى نوصل رسائل التوعية والتثقيف الصحي إلى أفراد هذه المجتمع. نعم. زين، ممكن أريد أعرف شلون يمكن تخطيط وتنظيم هذه الحملات في جمعيتكم؟ بالنسبة للهلال الأحمر العراقي، الجمعية ترتكز بعملها على العاملين في الجمعية إضافة إلى متطوعيها. الهلال الأحمر العراقي يمتلك في كل محافظة فرع للهلال الأحمر العراقي. هذه الفروع أيضا تمتلك إلى مكاتب في كافة الأقضية اللي منتشرة في المحافظات. هذه الشبكة من المكاتب اللي تزيد عن أكثر من 100 مكتب منتشرين في كل الأقضية والنواحي العراقية، تمتلك شبكة أيضا من متطوعين تابعين للهلال الأحمر العراقي. الهلال الأحمر العراقي يمتلك الآن أكثر من 16,000 متطوع منتشرين في كل أنحاء العراق. إضافة إلى هاي المجموعة من المتطوعين، هناك مجموعة من المتطوعين المجتمعيين اللي أيضا هم نعتبرهم احنا جزء من كوادر عملنا في نشر الثقافات اللي نحاول انه ننشرها بين افراد المجتمع. المثقفين المجتمعيين احنا نرتكز على نوعية من هذه افراد المجتمع باختياراتنا حتى يكونون مؤثرين في ايصال هذه الرسائل الى افراد المجتمع. مثلا ائمة الجوامع، شيوخ العشائر، قادة المجتمع، الاشخاص المؤثرة، الفنانين. نحاول قدر الامكان كل الاشخاص اللي مؤثرين بالمجتمع في اماكن تواجدهم نستفاد من عندهم في ايصال رسائلنا. اضافة الى هذا نلجأ ايضا الى مثل ما هسه اليوم احنا نتحدث مع قناتكم الكريمة
القنوات الفضائية أيضا مشكورة، الكثير من القنوات اللي تساعدنا في نشر رسائل التوعية الصحية. مثلا وسائل التواصل الاجتماعي اللي الآن يعني أغلب مجتمعنا يطلع على هذه الرسائل. الهلال الأحمر العراقي إضافة إلى المقبولية اللي موجودة عنده في بين أفراد المجتمع، من يوصل أي رسالة تلاقي صداها بين أفراد المجتمع. نعم دكتور، مثل ما ذكرت بكل هذه الوسائل اللي تعتمدوها في نشر هذه حملات التوعية، هل تلمسون تفاعل نقدر نقول من المجتمع من خلال هذه الحملات، وكيف تقيسون فعاليتها في المجتمع؟ احنا نشوف الأثر دائما في نشاطاتنا. عندنا نسميه التغذية الراجعة. من نقوم في أي نشاط في أي عمل نشوف التأثير هذه الرسائل وهذه النشاطات هذه الأعمال ما بين أفراد المجتمع من خلال تقييمات واستبيانات ميدانية يقوم بها الهلال الأحمر العراقي. على أثرها يقوم بتحليل المعلومات. من نتيجة هذه التحليل المعلومات نطلع بنتائج. الكثير من هذه النتائج تترشح من عندها أيضا نشاطات أخرى اللي تكون مساهمة في عملية بناء خطط جديدة، في برامج جديدة، في نشاطات أخرى تتطلبها وتنادي إلها احتياجات المجتمع، يقوم بها الهلال الأحمر العراقي في خططه المستقبلية. نعم، إذن شنو دور اللي يلعبون المتطوعين بإنجاز وإنجاح البرنامج الصحي؟ بالنسبة للهلال الأحمر العراقي، أول بداية الأمر بدأ باختيار نماذج معينة في عملية اختيار للمتطوعين اللي ينتمون إلى هذه البرامج. من هذه المتطوعين نختار النماذج اللي حسب التخصصات العلمية اللي قد تؤدي إلى نجاح البرامج مالتنا، فيدخلون دورات أولية في مجالات التوعية الصحية اللي تزيد من قدراته وقابليته في التأثير في المجتمع، في نشر الرسائل المجتمعية من خلال هذه التدريبات. هذه التدريبات كلها مسجلة أيضا، وهناك داتا لكل المتطوعين بكل قدراتهم وإمكانياتهم اللي احنا نسعى إلى تطويرها دائما باستمرار وتحديث هاي القدرات بالتواصل مع الجهات الفنية اللي هم أكثر إمكانية في والاستفادة من خبراتهم في تنمية القدرات. أغلب الأحيان هاي الإمكانيات والتقنيات هي إمكانيات وتقنيات عالمية وبرامج عالمية، وارتباط الهلال الأحمر العراقي بمنظومة الحركة الدولية في كل جهات العالم لنستفاد أيضا من تجارب العالم ومن تجارب الآخرين، ننقلها من خلال الورش اللي يقوم بها الهلال الأحمر العراقي إلى متطوعيه. بالنتيجة الخبرات والإمكانيات التي يمتلكها الهلال الأحمر العراقي بمتطوعيه هي إمكانيات لا يستهان بها. والآن أغلب البرامج الثقافية عندنا أيضا تواصل مع منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونيسيف، وزارة الصحة العراقية، هناك تواصل في كل هذه الشبكة تستفاد من خبرات وقدرات جمعية الهلال الأحمر العراقي بمتطوعيه في نشر رسائل التوعية الصحية ونشاطات أخرى حتى من خلال الإسعاف الأولي أيضا الميداني. نعم، بركت هذه الجهود دكتور أكيد مع كل هذه التعاونات اللي ذكرتها مع الجهات الأخرى. شنو هي التحديات اللي ممكن تواجهكم؟ والله من أهم التحديات اللي تواجهنا هي يعني بالوقت الحاضر يعني هو مشهور يعني هذا هو التمويل المالي، لأنه مثل ما تعرفين مثل هيك نشاطات ومثل هيك فعاليات يحتاج لها إمكانيات والتمويل، إلا أنه الهلال الأحمر العراقي بإمكانيات القيادة الموجودة بالهلال الأحمر العراقي قدرت تستوعب هذه الأمور وتوفر كل الإمكانيات والقدرات
لتسهيل أمور هذه الحملات اللي يقوم بها الهلال الأحمر العراقي. بالإضافة لهذا أنه مثل ما تعرفين أغلب المناطق اللي هي مستهدفة بعملنا هي مناطق النائية البعيدة عن مراكز المدن. فلذلك احنا استفادينا من شبكة المتطوعين المنتشرين في هذه المناطق، لأن هذه المناطق أغلب الأحيان أكو صعوبة بالوصول إلها. فلذلك احنا شبكة المتطوعين اللي موجودة في هذه المناطق سهلت لنا أيضا الكثير من الأمور بعمليات الوصول الآمن إلى هذه المناطق لإيصال رسائل اللي يسعى لها الهلال الأحمر العراقي. نعم دكتور، زين كيف يمكن تعزيز ثقافة الوعي الصحي لدى مختلف الفئات بالمجتمع؟ هو هذا الموضوع هو مهم جدا، يعني هاي النقطة اللي طرحتيها حضرتك هي النقطة مهمة جدا. احنا دائما نسعى من في رسائل الهلال الأحمر أنه تكون مبسطة، لأنه المستويات الثقافية اللي احنا دا نتعامل وياها بالمجتمع هي متفاوتة ما بين مستويات عالية ومستويات اللي يعني مثلا جل احترامي لكل العراقيين اللي ما يمتلك القاعدة الثقافية الأساسية، فلذلك نتعامل وياهم برسائل مبسطة، خصوصا مثلا للأشخاص اللي ما عندهم القدرة على القراءة والكتابة، فنتعامل وياهم بوسائل مبسطة بسيطة، كانت تكون رسوم، كانت تكون بوسترات وفولدرات، نحاول نعزز هاي الرسائل برسوم معينة ممكن توصل الرسائل بدون القراءة. فلذلك تعامل الهلال الأحمر العراقي ويا كل المستويات من خلال الإمكانيات اللي يمتلكها في إيصال هذه الرسائل. نعم دكتور، رسالة حضرتك لكل المشاهدين أكيد في موضوع الاهتمام بالصحة العامة. والله هي الرسالة العامة أنه الحماية والوقاية خير من العلاج، لأنه دائما الحماية والوقاية هي تكون مجانية، والرسائل اللي ممكن أنه توصل ممكن أنه تنقذ أكثر من العلاج. العلاج أولا راح يكون فردي ومكلف، إلا أنه رسائل التوعية الصحية هي رسائل جماعية تحمي مجتمع، تحمي الناس بالغالب، تقلل من تأثيرات الأمراض، وهي رسائل مجانية بسيطة. فلذلك احنا نسعى قدر الإمكان أنه نوصل هذه الرسائل المجانية إلى المستفيدين من أفراد المجتمع للتقليل من الإصابات وانتشار الأمراض والتكاليف الاقتصادية اللي تترتب عليها. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك دكتور علي مجيد، نورتنا اليوم، وشكرا للنصائح والمعلومات المهمة اللي قدمتها. بورك جهودكم وكل التوفيق إن شاء الله. شكرا لكم، شكرا لكم، وشكرا لقناتكم الفضائية لإتاحتها الفرصة مرة ثانية للهلال الأحمر العراقي أنه يوصل هذه الرسائل اللي بها فائدة لأفراد المجتمع بصورة عامة. أكيد. شكرا جزيلا. شكرا حضرتك.